سؤال بتسأله امتى ادخل ابني حضانة اللي هي الحضانة التمهيدي اللي قبل الحضانة الأساسية. ازاي اعرف ان ابني مؤهل ان هو يدخل الحضانة وامتى اوديه فعلا ولا ما اوديهوش؟ خليكم معايا. بص، الحضانة فايدتها ان الطفل يكتسب مهارات، يتعرف على اصحاب، يزود حصيلته اللغوية أكتر وكمان ينمي مهاراته. لو مش هيحقق ده يبقى ملوش لازمة الحضانة. طب أتأكد منين إن هو يحقق ده؟ إن الطفل يكون بدأ يقول كلمات بسيطة، إن الطفل يكون بيقلد، عنده استعداد إن هو يبقى موجود في تجمعات فيها أطفال وبيحب ده عشان ما يتعقدش من الحضانة. نجرب مرة واتنين وتلاتة، الدنيا مشت والطفل هيقعد في الحضانة أوكي، مش عايز يقعد خلاص يبقى نرجع الطفل ومش مهم الحضانة، ونجرب الشهر الجاي أو الشهر اللي بعده ونجرب التجربة دي تاني. مهم قوي الطفل يشوف أطفال ويندمج ويبقى بيطور مهاراته، لكن مش مطلوب منه في اللي هو السن الصغير سنتين وتلاتة إن هو يتعلم ألف ب ولا حروف ولا أرقام ولا أي حاجة بقى من الحاجات دي. مطلوب منه بس يعرف الحاجات الأساسية في الحياة، الحيوانات، الفواكه، الخضروات، أسامي أي حاجة حوالينا. الحاجات البسيطة دي هو المفروض يتعلمها. أكتر من كده لا، عرفوه بس على البيئة المحيطة وكده يبقى زي الفل. ف بنصح بالحضانة، بنصح بالحضانة للطفل اللي بيقدر يقلد، ويفضل كمان الطفل يكون بيتكلم عشان لما يروح يحكي لك ايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه وحصل ايه معاه. الطفل اللي ما بيتكلمش وما بتفهميش لغته كويس وانت اصلا مودياه عشان يظبط موضوع الكلام، يبقى توديه حضانة فيها كاميرات، عشان لو حسيت ان الطفل مش عايز يروح الحضانة فجأة تروحي تشوفي الكاميرات في هدوء، وما تقوليش حاجة، ما تقوليش ان انتوا ضايقتوا ابني ولا عمل، لا روحي تابعي الكاميرات وشوفي في حاجة فعلا حصلت ولا مفيش حاجة. ودي حالة هو بس متضايق شوية وهيرجع يروح الحضانة تاني. فيلا بقى، تشجعوا ودوا ولادكم حضانة قبل الحضانة الأساسية يكتسبوا فيها مهارات.